السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أكلمكم عن حاجة مهمة جدا اللي هو زيت مفيد جدا، بالظبط زي زيت أوميجا 3. مش هقول لك ان احنا نعمله ازاي والكلام ده كله، هو سهل ان شاء الله، بس في ناس بتحب تستسهل وتروح تشتري من العطار ما فيهاش اي حاجه. انا بقول لكم على حاجه توفر لكم في الفلوس والجهد، وتبقوا عارفين ان ديت حاجه طبيعيه وجميله جدا وانتوا بتعملوها بايديكم، اكيد تحس بمتعه برضه. والله اعلم، يعني ممكن تكون انت مش فاضي براحتك. المهم يعني خلينا في الاهم. زيت اوميجا 3 طبعا كلكم عارفينه لعلاج ايه؟ لعلاج البيضه الواحده، مش كده؟ ولعلاج البيضه البريشت والتاخر في انتاج البيض وللزوفان وخصوبه الذكر وخصوبه النتايه. شوف الفوائد قد ايه جميله ومهمه. اقول لكم على المفاجاه بقى، هي زيت بذر الكتان. زيت بذر الكتان هو زي بالظبط زيت اوميجا 3 واحسن كمان. ما بالك بقى لما احنا الاثنين نعملهم مع بعض وندمجهم ونخلطهم مع بعض وندي للحمام. انا عملت كده، جبت زيت السمك. طبعا قلت لكم ان انا عامله زيت السمك. انا عندي مثلا كميه كبيره مثلا يعني من الحمام، انا بديهم الحاجات دي باستمرار، مش وقت اللزوم، لا انا بديهم كلهم عشان ما اجيش مثلا اقول ايه ده دي ما بتبيضش، ده مش زايف، مفيش انتاج في البيض قليل، البيضه بريشت والكلام ده كله. يعني انا بقى في غنى عن كل المشاكل دي كلها. اعمل ايه؟ بقدمه لهم الحكايه دي 3 مرات. ده عباره عن ايه؟ عيش طري مقطعاه صغير وحطيت فيه 3 معالق 4 معالق، مش مشكله، معالق كبار كمان، وبقلب فيه كميه من العيش وبقلبها العيش الطري عشان يتشرب الزيت بتاعه، وبقدمه لهم وبياكلوا. طبعا انتوا مستغربين، انتوا بتقولوا لا الحمام اللي عندي ما بيعملش كده. حضرتك انت مأكله كلفه كتير ومزود لهم ومشبعهم، لما تيجي تحط لهم حاجه زي كده مش هياكلوها. زي برضو عمايل الخضره، ماشي؟ الخضره لما باجي اقدمها لهم انا باكلهم مثلا فول وباكلهم الكلفه وكل حاجه وشبع، باجي اديهم الخضره ما بيرضوش. طب ما طبعا انت شبعان وجيت اكلك تاني هتاكل، مش هتاكل، صح؟ احنا بنقدم لهم عشان ياكلوا حاجه زي كده وبالطريقه دي. انت بتحط لهم كميه قليله خالص من الكلفه، نص الكميه اللي انت بتقدمها لهم كل يوم، وبعدين تحط لهم اللي انت عايزه ياكلوه، ولما تحس ان هم خلصوه وكلوه اديهم النص التاني وشبعهم من الوجبه بتاعتهم الاساسيه. طيب يبقى احنا عرفنا زيت بذر الكتان بالظبط زي زيت اوميجا 3 من الفوائد. لما احنا نحط، طب هنقول ايه؟ طب احنا هنجيب زيت السمك ونرخص او زيت اوميجا 3. انا بقول لك يعني حاجه قويه وبتساعد معاك بسرعه. النتايه العنيده اللي هي ما بتنتجش هنعمل ايه عشان تنتج؟ انت بتحبسها لوحدها اسبوع 2، ما عنيده ما بترضاش، ولا عايزه زايفه ولا عايزه تبيض ولا اي حاجه، والبيض المريح اللي هي النتايه المريحه والحاجات دي كلها، كل المشاكل اللي بتقابلك في الانتاج بتاع البيض والزوفان والكلام ده كله ومشاكل البيض نفسها، زيت السمك مع زيت بذر الكتان بيجيب نتيجه هايله جدا وعظيمه وبسرعه. يعني تبص تلاقي الانتاج بصراحه مش هيكمل شهر باذن الله وتبص تلاقي ان في انتاج عندك. صدقني والله جرب وشوف، هتلاقي الزوفان ابتدى يعني من اول اسبوع تبص تلاقيهم في زوفان عندهم. انا هنا عندي ما شاء الله، يعني انا مسيباهم وكده، فزي ما تقول كلهم زايفين على بعض بصراحه. فانت هتعمل ايه بقى؟ هتجيب مثلا لكل 5 تجواز من الحمام عندك تحط لهم مثلا يعني رغيف او 2، وتقطعه كويس جدا وهو صغير كده وطري، وتحط عليه معلقه من الزيت المخلط ده. احنا بنخلط الزيت السمك على زيت بذر الكتان. عارفين بذر الكتان اللي هو زيت ايه؟ اسمه زيت الحار. الزيت الحار عند العطار هتلاقي عنده، قول له هات زيت الحار. زيت الحار ده ممتاز جدا. بصوا بقى بيساعد على حاجه كمان مهمه نسيت اقولها. عارفين النتايه العطار
يبقى ليها اسباب كتير، انها مثلا مريحه، قطعت البيض مره واحده، عندها تكيسات دهنيه حوالين عنقود البيض، الكلام ده كله. ده بقى بيسيح الدهون، بيحرق الدهون، بيحرق الدهون اللي هي الوحشه، وبيحط لهم بيحط بدلها الزيوت ديت اللي هي الدهنيه ديت الكويسه اللي بتساعد على انتاج البيض. بالمناسبه، عشان لو انت عرفت واكتشفت ان النتايه العطال يعني عندها تكيسات دهنيه، انت هتعرفها ازاي بقى؟ انت دلوقتي مش طبيعي ولا عارف، هو زي مثلا زي حالاتي كده مثلا ايه، انا اي واحده عاديه عندي دلوقتي النتايه ما بتبطش، وقلنا ديت خلاص دي عطال. طيب نجرب كده معاها، مثلا نحط زيت اللي انا قلت لكم عليه، زيت السمك مع زيت الحار اللي هو زيت بذر الكتان مع بعضيه، وبنقدمه لها. وفي المقابل كمان الميه بتاعت الشرب بنحط لهم كمان 5 سنتي من زيت من خل التفاح او الخل العادي على لتر ميه، ويشربوا منها. امتى بقى؟ 3 مرات في الاسبوع، ما فيهاش اي حاجه، كأن زي ما تقول كده وقايه، وبتحرق الدهون. وقلل ارجوك لو انت بتحط ذره صفراء بلاش منها، لانها بتعمل تكيسات دهنيه كتير جدا، وبالاخص لما انت تكون حابس الحمام زي حالتي كده. انما لو بيطير وبيروح وبيجي، اكله ذره يا عم زي ما انت عايز. انما ديت ما بتطيرش، طب الدهون ديت هتروح فين؟ هتسيح ازاي او هتتحرق ازاي الا اذا كان مثلا بيطير وبيبذل مجهود وبيروح وبيجي، وهنا واخد بالك انت حابسهم. قلل الذره وبلاش منها ارقى، هيبقى احسن. تبص تلاقي الزغاليل بعد كده بتنتج، تطلع في الزغاليل تكيسات لونها اصفر وكتير كده حوالين وشها وفي المنقار وفي الجناح وجسمها كده. ماشي. ده غير بقى طبعا الناموس والتبان والحاجات دي كلها. ماشي. دي عوامل اساسيه لازم تاخد بالك منها. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.